بسم الله. التراك الاولاني وهو تراك الفرونت اند، وانت عارف طبعا ان التراك ده مع العبد لله. التراك الثاني وهو تراك الباك اند. التراك الثالث وهو تراك اليو اي واليو اكس. التراك الرابع وهو تراك الموبايل ابلكيشن. والتراك الخامس وهو تراك الداتا اناليسيس. قوي، اديني امثله على المواقع كده. عندنا خمسات، عندنا امازون، عندنا جوميا. واحنا لينا غير خمسات؟ عندنا فيسبوك، عندنا ايه تاني؟ عندنا نتفليكس، عندنا مستقلة، عندنا ابورك، فريلانسر. كل المواقع دي بالنسبة لي عشان تتكريت، فعشان انا كريت موقع ده محتاج كام شخص؟ بص، محتاج اشخاص كتير على فكرة، بس لا يقل عن 3 اشخاص. يعني هو ما ينفعش يبقى يتعمل موقع بدون ال3 دول، وما ينفعش يقل عنهم، هو يزيد. ممكن بقى في حد بتاع السكيورتي، في حد بتاع التستنج، في حد مش عارف بتاع ايه، في ناس كتير جدا. انما هو لازم ال3 دول الاصل. ايه هم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه تراك اليو اي واليو اكس، وهقول لك التراك ده بيعمل ايه. انا اعتقد اغلبكم عارفين بس انا اكد. والتراك الثاني وهو تراك الفرونت اند. والتراك الثالث وهو تراك الباك اند. حلو كده. خلص لك دول هدخل لك عمر في تراك الباك اند على طول. طيب يا عم، انت النهارده جاي، كلاينت جاي لك النهارده، عبده وعبد الرحمن جاد وعبد الله احمد وادهم محمد عاملين تيم، هم شركه. وجاي لك كلاينت على طول، عميل عايز موقع يتعمل له. فاول ما دخل بيبقى عندك تو اوبشن، ان هو العميل ده جاي بحاجه من حاجتين. يا اما يكون جاي معاه تصميم جاهز، فيقول لك يا هندسه، او يروح لعبده او لادهم يقول له هندسه انا عايز موقع زي التصميم الفلاني. يعني اهو خد التصميم ده وانا عايز زيه. هو معاه تصميم جايبه، فانت بتروح عامل له التصميم ده وشغال عليه وتبرمجه. حلو قوي. والاوبشن التاني ان هو يجي يقول لك ايه، هندسه انا ما بفهمش في التصميم وما اعرفش يعني ايه تصميم، بس عايزك حضرتك تعمل لي موقع شبه امازون. يعني تاخد من فكرته. انا والله ببيع منتجات واحد اتنين تلاتة، وعايزك تعمل لي موقع شبه امازون، يكون السايكل بتاعته، المراحل اللي في الويب سايت شبه بتاعه امازون. الله هيعرض شويه منتجات، والمنتج ده هضغط عليه هيعرض لي شويه تفاصيل، هضغط عليه يوديني للكارت، هضغط عليه يوديني على عمليه الدفع، اقدر اعدل في الموقع، الكلام ده كله. حلو قوي. يبقى انا دلوقتي كده عندي التو اوبشن دول، مفيش حاجه ثالثه بقى. ما هو في النهايه يا اما هجيب لك تصميم انا كنت عامله او رحت لحد عامله وهقول لك اشتغل لي برمجه عليه، يا اما هاجي اقول لك اعمل لي ايه، خد موقع زي امازون ده وموقع زي فيسبوك، عايز حاجه شبهه يا هندسه، وانت تعامل بقى. حلو قوي. طيب، في كلتا الحالتين هتحتاج شخص يعمل التصميم. تصميم عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انا بفهم من الكلاينت هو عايز الموقع بتاعه يتارجت ايه، الموقع بتاعه ده بتاع ايه اصلا، ايه هدفه، ايه هدف الشركة بتاعته او هدف شغله. النهارده بتيجي تخش تاخد الريكوايرمنتس دي، او تاخد التفاصيل او المعلومات او الحاجات اللي هو عايز يحطها في الموقع، وتبدأ تكريت بيها فكرة تصميم بتبقى من عندك انت. بس هو قال لك انا عايز حاجه كذا مثلا، حاجه معينه، عايزك تعرض لي في الصفحه الفلانيه، في البدايه كذا، عايز صفحه تواصل، عايز صفحه مش عارف ايه، الكلام ده كله. تبدا تاخد منه البيانات بتاعته، ثم تحولها لتصميم متكامل. التصميم ده بينقسم الى حاجتين بقى، شخص يو اي وده بيكون اليوزر انترفيس، والشخص التاني هو اليوزر اكسبيرينس او اليو اكس. طب الاثنين دول بيعملوا ايه؟ حد عارف او فاكر؟ اليو اي كان مسؤول عن الشكل الجمالي بتاع التصميم، يعني من الاخر تنسيق الالوان. واول حاجه بتدرسها جواه اصلا حاجه اسمها نظريه الالوان. حلو قوي. ازاي تنسق مثلا، ما فيش تعمل لي بقى لون فوشيا مع لون بني مع لون برتقالي، هتطلع ايه؟ عالمي. فانت طبيعي بتبقى الشخص ده تبع هندسه. معلش سؤال وانت بتشرح، هو دول شخصين؟ يعني ينفع ان انا اروح اقدم على شركه ابقى يو اي بس من غير يو اي ويو اكس؟ هقول لك والله، في الطبيعي، في الطبيعي ماشي، هت ممكن تكون في شغلانه، مش ممكن، هو موجود بس قليل جدا. الشغلانه دلوقتي دي بقت مدمجه مع بعض، فالطبيعي هتلاقي الشغلانه اسمها يو اي ويو اكس ديزاينر وش. لكن عادي جدا مثلا تلاقي وظيفه اسمها يو اي ديفلوبر. طب وايه يو اي ديفلوبر دي؟ الفرق البسيط بس انه بيكون هو اليو اي بيعمل شغله، بس بيديفلوب شويه.
فعارف HTML CSS بيزك جافا سكريبت، اللي هم ايه شويه لغات بس كده يحل بيهم الدنيا. هتلاقي عندك شغلانه اسمها يو اي ديفلوبر. اليو اي ديفلوبر ده على فكره عليه طلب بس مش قوي. هي الفكره كلها ان انت هتتعلم الحاجتين في حاجه واحده. وطبعا اليو اكس هو الشخص المسؤول عن تظبيط المراحل بتاعه الموقع. لما تيجي تخش على الموقع النهارده وتلاقي كلمه تسجيل دخول محطوطه في الناف بار فوق او في اول في سقف الموقع، طب هي ليه محطوطه في سقف الموقع ومش محطوطه تحت؟ زي ما اديتك مثال في اول محاضره وقلت لك بكل بساطه، لو انت جاي تستخدم التليفون وجيت دلوقتي بتقول ايه، بص كده، بص بكل بساطه اهو، انت هتضغط ايه على الزرار ده. انهي الافضل، تستخدم التليفون وانت بتضغط على زرار الباور من هنا، ولا بتضغط على زرار الباور بصباعك الصغير؟ انهي الافضل والاسهل ليك؟ الافضل والاسهل ليك ان انت تستخدمه بالزرار ده اهو كده، صح؟ لكن انا لو جيت هنا اصعب شويه. ففكره اليو اكس او تجربه المستخدم يوزر اكسبيرينس هي ان انا بسهل على الشخص انه يستخدم الحاجه بتاعتي، سواء بقى كان موبايل، سواء كان ابلكيشن، سواء كان موقع، سواء كان المراحل بتاعته. ساعات تخش على مواقع تلاقيها سهله في الاستخدام، ده شخص يو اكس هو اللي ابدع فيها، ليه خلاك تقدر تقعد على الموقع اكبر وقت ممكن. لكن موقع تاني تخش عليه او ما تخش تلاقي الدنيا داخله في بعض، انت مش فاهم تروح وتيجي منين. دي مشكله شخص يو اكس. حلو كده، اتفقنا؟ طيب هتدرس ايه في الكلام ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قول يا ادهم تاني. فانا دلوقتي هتدرس ايه في الكلام ده؟ قال لك في حاجات كتير تدرسها، ولكن اهم برنامجين ممكن تشتغل عليهم ودول اللي هتاخدهم في الكورس ان شاء الله، هو تراك الادوبي اكس دي وتراك. بص، هتدرس في الاول التراك ده، هل هو او البرنامج ده هل هو الافضل او بقى الافضل؟ الاجابه ها اديني انت اه او لا. الاجابه اكيد انه مش هو الافضل. ليه يا هندسه؟ لان دلوقتي يعني كسح الدنيا بصراحه هو ان انت هتدرس البيزك او الدنيا من على ادوبكس دي، بس هتخش تدرس الدنيا بقى على نظافه وتشتغل بسهوله، ومش هتقعد بقى البرنامج ينزل ولا ما ينزلش ولازم انزله بقى من على حته معينه وممكن يبقى مدفوع ولا لا، بقى فري والدنيا موجوده والحاجه بتاعتك هتكون هتدرس فيجما. ماشي. فبسم الله الرحمن الرحيم كده سريعا، ده انا هجيبك في شويه. سريعا كده، تراك اليو اي واليو اكس هو عباره عن تصميم المواقع، ملوش علاقه تماما بالبرمجه. بتكتب فيه كود؟ الاجابه لا. يعني انت النهارده بتيجي في اليو اي والاكس ده تتعلم لغات برمجه؟ الاجابه لا. ده التراك الوحيد اللي في الخمس تراكات ما فيهوش برمجه، بس ممكن تاخده كوسيله يدخلك في المجالات اللي بعد كده. يعني ممكن تاخده وسيله يدخلك في الفرونت اند، وممكن ما تكملش فرونت اند كامل وتتعلم بعض البيزك منه فتحطه على اليو اي، فتبقى يو اي بدل يو اي ديزاينر تبقى يو اي ديفلوبر. طيب ما تدينا كده نبذه سريعه كده يا شوقي على اليو اي واليو اكس بعد ما انا شرحت، بس ادينا نبذه كده ملخصه سريعه. انت عندك اليو اي دوت او اليو اي والاكس بشكل عام بيبقى عباره عن ايه؟ طبعا ده ابلكيشن احنا سلمناه للعميل. بيكون عباره ان انت بتصمم الحاجه سواء كويب سايت او كموبايل ابلكيشن قبل ما الفرونت اند يشتغل فيها. طب هل يا باشمهندس نعمل فيها كود؟ لا، ما بتعملش فيها كود خالص، لكن اللي بيمشي على نفس الاستراكشر اللي انت بتعمله هو الفرونت اند، سواء في موبايل ابلكيشن او حتى في الويب سايت. طب يا باشمهندس، هل هي صعبة؟ يعني المجال فيها صعب؟ هو المجال فيها مش صعب، بس محتاج منك في الأول كده تعمل ريسيرش وسيرش على حاجات كتيرة، تاخد فيها أفكار جديدة، تبدأ تنفذ أفكار الكلاينت اللي هو محتاج ينفذها عندك، أو أفكار الشخص اللي محتاج يعني تنفذ له المشروع. واحدة واحدة مع بعض كده بتلاقي الدنيا في الآخر زي المستوى اللي أنت شايفه دلوقتي كده مع بعض. طيب انا عندي كام سؤال يا شوقي. اول سؤال، اتفضل. ماشي، التراك ده ممكن ياخد من اي شخص مبتدئ ما يعرفش حاجه عن المجال ياخد منه قد ايه؟ انا عارف ان هي نسبيه، انا عارف ان هي نسبيه على حسب الشخص، بس خليني اديني رينج كده. والله هو لو بيهطر معايا وبيذاكر فهو شهر ونص، شهرين بالكتير. دي حقيقه انا ولا؟ عايز اقول لك، لا لا بجد، انا عايز اقول لك في الدفعه اللي فاتت، الدفعه اللي هي شغاله كمان مش اللي اه فاتت، اه. في ناس الحمد لله جالها شغل اونلاين في روسيا وفي امريكا. في ناس انا لو مبلغ مناسبه للشغل بدخلها معايا في الشغل اونلاين دوت، خلي يعني ده بالك اصلا مشروع عميل بره كده مصر. بتعلي الطموح قوي. ليه يا عم؟ الموضوع سهل. لكن الفكره كلها ان انتوا يعني
محتاج ان انت فعلا الموضوع زي في الفرونت اند، عشان توصل الليفل اللي انت محتاج توصل له. فانت محتاج تطبق، محتاج تعمل ريسيرش، محتاج تنفذ تاسكاتك، لكن الحاجه مش هتجيلك جاهزه. بصوا يا جماعه، عشان بس تاكيدا على الكلام ده، مش كل التراكات، بامانه انا بقولها والله، مش كل التراكات بسهوله تراك اليو اي واليو اكس. وتراك ما فيهوش برمجه، هو تراك لو حد حبه هيبدع فيه، فهو تراك ممكن يخلص بسهوله في وقت صغير. صح كده يا هندسه؟ صحيح. يعني هو مش زي تراك الفرونت ولا تراك الباك، الحاجات دي بتاخد وقت. فاسرع تراك ممكن يجيب شغل هو تراك اليو اي ده، كده كده احنا عارفين يعني. طيب بس محتاج يكون انت شخص برضو ذوقك حلو يعني. هو مش محتاج ذوق، هي محتاج ان يعمل ريسيرش على مشاريع جاهزه، ياخد منها افكار كده ويعمل تغذيه بصريه. كده كده التغذيه البصريه كده كده برضه بيعملها عندك في الفرونت. طيب ماشي. فهي واحده يعني. طيب كان في سؤال تاني طار من على دماغي، طار بجد، كان سؤال جامد جدا. طيب ممكن تقول لنا سريعا، يعني مثلا الفرق ما بين اليو اي واليو اكس سريعا في جملتين طيب ملخص. هو اليو اي اللي هو اليوزر انترفيس، اللي هو شفت الشغل اللي اللي انا عارض قصادك دوت، هو مم. ده اللي بيعمله. طب انا بقى كراجل يو اكس بيعمل ايه؟ انا راجل يو اكس ده بيروح جاي ماسك التصميم، يجي يشيك على التصميم، يجي يقول لك والله البوتون ده عالي قوي، لليوزر هيبقى صعب، المفروض ما يكونش مكانه هنا. طب الالوان دي مش متناسقه مثلا، لا احنا محتاجين الالوان تبقى متناسقه بناء على اللوجو بتاعنا. طيب انا الكلام ده صغير قوي مش باين لليوزر، فانت محتاج تكبره. مم. فيبدا يعمل تيست على التصميم بتاعك، يشوف ايه المناسب لليوزر، ونحاول نوصل التصميم او فكره التصميم بطريقه اسهل جدا لليوزر. اه. يعني المشاكل تتحل عن طريق طيب اليو اي بتاعك. مين المسؤول عن الواير فريم اللي بتتعمل، او اللي انت عامله ده؟ اللي هي الخلفيه، الواير فريم اللي هي الصفحات. ده اليو اي اللي بيعمله. انت هو اللي اول حاجه بيعمل. بتعملها له الواير فريم، تعرضه على العميل، العميل وافق عليه، بتبدا بقى تلون شغلك، ترفع فيه الصور بتاعتك، وبتبدا تشتغل الشغل بتاعك. طيب السؤال هنا، ممكن تديني نبذة عن فكرة الشغل بيتم ازاي يعني؟ انا النهارده هو واحد كلاينت عايز اعمل موقع، هاجي لك ازاي واقول لك ايه، وانت هتستقبل مني الكلام ازاي، وهتعمل ايه بعد ما هتاخد مني مثلا الحاجات اللي انا هقولها؟ انا واحد مش فاهم والله إيه التصميم اصلا. انت بتعمل سيشن مع العميل، تفهم هو اصلا محتاج يعمل البرنامج عشان ايه. هل هو عنده برنامج قبل كده وفي مشاكل محتاج يحلها، ولا لسه بيعمل البرنامج جديد؟ طب هو لو برنامج لسه كان عنده مثلا وبيعمل ريديزاين ليه، تبدا تفهم المشاكل اللي بتواجهه في التصميم القديم عشان تبدا تحلها له. مم. وتبدا بعد كده تروح داخل على جوجل او على اي ويب سايت عليه تصميمات جاهزه، شوف تصميمات نفس فكره المشروع بتاعك. يعني مثلا دوت فود ابلكيشن، اروح مم. جاي داخل على جوجل اشوف فود ابلكيشن، ابدا اشوف افكار مم. يعني متطوره، اخد منها افكار للشغل بتاعي هتساعد المشروع. مم. طب والله يا باشمهندس هو المشروع جديد ما اعرفش عنه حاجه، نفس السايكل، تدخل تدور على تصميم جديده، تاخد بقى تعمل بس تغذيه بصريه لنفسك. انا عشان اعمل حاجه زي دي، انا اخدت يعني من ثلاث لاربع ايام بعمل ريسيرش بس على تصميمات بص على جديده، الدنيا. اه. عشان ابدا اطور التصميم، ابدا اخد افكار جديده، ابدا اشوف ايه المشاكل اللي بتواجه اليوزرز في الابلكيشنات التانية نفس الكاتيجوري، مم. واتجنبها او احلها عندي في التصميم بتاعي. هل المجال ده ليه مستقبل؟ من وجهة نظرك ايه الدنيا؟ هل الذكاء الاصطناعي ممكن يأثر على مجال زي ده؟ لا، هو الذكاء الاصطناعي هيبقى سبورت ليك، كلنا مم. عارفين الكلام ده، مم. لكن ان انت يعمل لك الحاجه من A to Z كامله، صعب. استحاله. ويكون ماشي شايفين. لازم يد بشريه تدخل في الموضوع، تصلح الاخطاء وتعدل في حاجات كتير. تمام ماشي. بشكرك يا شوقي على العفو يا باشمهندس. الوقت ده والله، وكان نفسي ان انت تبقى موجود من المقدمه من البدايه، ولكن تعوض ان شاء الله في اول محاضره ان شاء الله. ماشي. مية مية حبيبي يا شوقي. يلا.